بما إني اليوم صايمة فربي يقبل مني ويقبل منكم جميعا، حبيت نشارك معكم ونديروا بوريك بالبطاطا، ومعاكم وليدي يكمل يقول لكم الطريقة. حطينا أول حاجة والله ما نعرف يسمعها. ما يعرفش هو، ما عليش بيسجل. حطينا شوية مية وملح وشوية زيت ودقيق وخلطناهم مع بعضهم من عند ما تم القوام نفس قوام خليط الكيكة. وبعدين قلبناه لغاية أما يكون القوام 100%، وبعدين نحطوه على النار ونقعد نقلبوه. تين نقلبه يا رجل. حطينا في مقلاية غير قابلة للصق، وحطينا شوية من الخليط وتمينا نوزعه فيه بالكشيك عند ما طاب معنا البوريك. بعدين البطاطا شو ضفنا عليها؟ ضفنا عليها شوية توابل. تاين توابل يا مسكين. ضفنا عليها كمون وكزبر مطحون وكزبرة خضراء، كزبر خضر وشوية ملح وثلاث فصوص من الثوم. بعدها وبعدين حطينا ورا بعضها كل واحدة. كل وحدة حطينا فيها يا راجل الخليط ولفيناها. وكان تبوا تسكروه من الأجناب سكروه عادي، بس أنا ما نسكرش فيه لأن الخليط حطه شوية مش حيطلع. وبعدين حطيناها في الزيت ونسيبوها شوية عشان تقلى. تقدر يا رجل نسيبوها عشان تحمر وتقدر مقرمش. أنا نحب البوريك تحمر. وهيك انتهينا من البوريك، وهذا كان فطور اليوم. إن شاء الله يعجبكم ونشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.